السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ أخباركم؟ طبعا أنا آسف على الغياب الطويل. تعرفوا بعد كل إنسان له ظروفه الخاصة اللي يشتغل بيها. فالمهم اليوم اجينا المناطق الريفية ونريد نشوفكم انه الاجواء والمعيشة في هالمناطق الريفية. صورت لكم بعض التصويرات ونصوركم بعد اكثر للتوثيق. ملاحظة لمقدمة الفيديو، اقول ان اذا عجبك، طبعا المؤكد اذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك والاعجاب. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية انه لاحظت بعض الشباب اللي يشتغلون فيديوهات قصيرة من الافلام القصيرة طبعا، وناس يحشون عليهم انهم انتم معدان وانتم ما تعرفون تحجون وانتم ما عندكم اي فكرة ثقافية. فاريد ان نعيشكم شوية من الاجواء الريفية ونوصلكم فكرة انه عيشة الريف شلون. فحد الان اريدكم وياي وتلاحظون بعض الفيديوهات وبعدين عود احجوا انتم على راحتكم. واريد هذا الشخص اللي يقول من البنات او من الولد انتم معدان وانتم وينكم وين التصوير وانتم انتم انتم انتم، فهذا الشيء غلط من الاساس. انت فايخ قاعد وبتبريد ومرتاح، يعني تبي تونس بين قوسين. فهو التعبان اللي يسرح ويعني هواي امور وجاي يسوي فد انجاز يعني من التصوير ومونتاج، ويعني هالامور هذه هو تقول عليه ما خالف، هو مو معادي. لا شلون جاي يسوي مونتاج وجاي ينشر على اليوتيوب وجاي يسوي مثلا مقاطع فيديو وجاي يسوي هواي امور. يعني هلا وين فكره المعدان عندك؟ لانه فكره المعدان انه غير حضاري غير مثقف، مو صح؟ فاريدكم تلاحظون ويانا الفيديو وتكملوا الفيديو ويانا للنهايه. تعالوا ويانا. خلنا نبلط روحي بهذا عسى يصير زين. مغايب هاي بزلي هاي بزلي مالك انت؟ هاي بزلي وش فلك بركب ما بمشي بركب انت بالمقاطع عود الهرب الزين مالك انت الحفي هاي بزلي لغاية يعني فلك بركب ما كان يمه ولا يستحون. ابو يا عويد هيسني ها هاي بضلعت مصري بحكيك ما افتهم منك. هاي قام يحكي انجليزي هذا ما فهمت عليه. ابوي انا اعرف احكي انجليزي. انا اعرف يلو ماي نيم از عويد يو دور كلاس ظلت مصرن وات يس الله يطيح حظك. اوه ماي جراد ولا كلاصت ولا كل شباب من حكيك بس هبل على ابوي. يس جود بيت. شفت يا فضة ودي صاروا انجليزية. اها دعم طابخين النور عجموا اليد ونعم الساسة ابرحيمة وفدوى روح الراسة. عجموا اليد ونعم الساسة ابرحيمة وفدوى روح الراسة. يخفلوا جنة قمر ولا غضب ويصبح قاطع. خفلوا جنة قمر يغضب ويصبح قاطع. طابخين الباشا ويا بنت عمتي قواك الله حجيه. قواك الله. السلام عليكم. الله يسعدك. هلا بك. شلون صحتك؟ شلون امورك؟ هلا بك. حجيه انه اريد من عندك شرح خاص الحيوان، انه شلون تحلبينه وشلون. اي طبعا شوي تقرب على يمين شوي تقرب يمين. هذا مولانا هد الطفل علي. هد الطفل على الحيوان. هديته حلبت منها لا اريده ولا بهديت الطفل علي. لا اريد الطفل شنو؟ اريد شرح اللي يرضع المشاهد ما يعرف. اريد ما عندك تعطيني شرح خاص يعني المهم. اي لك هديت الطفل علي. هاي تريد ترضع جاموسه تريد الطفل علي ارضع الطفل هواي ربطيته. بعدين من يجي الطفل؟ اي ربطيته لما انا حلبت لا اريده مثلا ايش كثر منها سطل اكثر. انا ربطت هديت الطفل ومشيت خليتها ومشيت. والله انا بالعصر علقنا وهاي هدينا اهل الهور وشت. والله هاي شغلات الحيوان. زين شنو المعاناة اللي تحصلونها من عندهم؟
من الحلال. معونات نحصل مولانا الحليبة ونتعب. تعب معاناة قصدي نسرح تعب بس السهر. اي الحليب انه من ناحية الجانبية الحليب نبيعه نستفاد منه نبيع. بس هو هيك مولانا مش حليب كثير هيك عمل موجود ما يفيد لنا خال نشرح اكثر واكثر. زين انتم بهالمنطقة مالتكم تتكيفون انه عندكم حيوانات لو يعني مثلا ما تحبوا تجون من المدينة مثلا؟ لا المدينة احنا راهمين ما نجي. احنا راهمين على التعب. اي الله يساعد. والله الله يساعد. زين تعال 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 لك ثوا. هلا بالسيد. تعال السلام عليكم. السلام عليكم. الله شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك هناك؟ عمو انت تشتغلين بهذه الحيوانات؟ اي. حلبين؟ لا ما احلب بس اسرح. بس تسرحين؟ اي. وين توديهم اذا تسرحين؟ نوديه للدغل. وين؟ للدغل. زين انه هناك انت اذا تسوين من ناحيه السراحه وتاخذين الحيوان المكان بعيد تخافين على روحك وتخافين على حيوان؟ ما اخاف. ما تخافين على روحك؟ اي. زين تروحين انت والسراحه وين الحيوانات تروحين وحدك لو وياك احد؟ وياي اخوانك. اكيد وياك اخوانك طبعا اكيد يخافون عليها يعني مو بنيه صغيره ترى يعني. مشكور عمو شكرا. السلام عليكم. اهلا وسهلا سيدنا شلونك؟ حياك الله. شلون صحتك؟ يا هلا كل الهلا. سيدنا شو جاي يسوي هنا؟ والله جاي شغل ماطور. ماطور مال شنو؟ ماطور مال الماء. يعرف ماطور ما شنو يعني شنو اختصاص منطقة يسمونه الرسالة. فيلم الرسالة؟ يعني مضخة مال الماء. ياخذوا الماي من الشط مو؟ ايه. دقيقة خلنا نشوف الشط. خبور مسحوبنا بر لها الماطور يسبق المشي الماطور كيفين ماخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور كيفين ماخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور ها ها بر الهور ها ها بر الهور يخلي يجري افرح وابتشر واضرب وغني هالسلي يا ليلي طيب العمر لو صارت فيه الله ريحة باغور. الله 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 ما يخابط. اريدك تعطيني نبذة قصيرة عن المنطقة مالتكم والمعيشة. المعيشة والله حاليا هسه صعبة عندنا في الأجواء. نعم. والله الحلال كان نزرع لحنطة. اي. هسه ماكو ما حد زارع ماي ماكو شاهدنا الماي يقل هنا فوق. زين. وهسه والله ظل الحلال هيك على الشوك انتهى على شو. زين انه انتم عندكم حلال ببيتكم ولا ما عندكم؟ عندنا موجود. شنو الاستفادة اللي جاي تستفادون معتهم؟ نستفاد من الحين ماله. الروبة مات جبن. زين هذا الاستفادة يعني من ناحية الاستفادة من ناحية التعب انه انتم تتعبون شنو تعبكم الخاص اللي يكون ويا الحيوان؟ تعبنا والله نسرح بيه. اي ونزرع للتعب مالنا. زين السرح مالتكم وين يكون المنطقة مالتكم مثلا قد فاصلة عن بيتكم؟ والله بيه 4 كيلو. هذه كل قضية مشي؟ اي مشي. نعم. ومستمرة على هاي الحالة يوميا نروح ونجي. زين انه انت شاب واني شاب. ما فكرت انه انت مثلا تجي للمدينة وتعيش؟ لا والله بعد مشيت على طريقة ثانية. زين هل تقول يعني انت بالك بال نفسك يعني عيشة المدينة احسن من معيشتنا؟ والله لا عيشتكم احسن من عيشتنا انت. زين انت انا اريد من عندك انت تقول اذا انا تعلمت من اهلي انا اريد من عندك انت جواب من عندك يعني انه انت باقتناعك يعني العقلي انه تقول يابا انا ما اريد اعيش بهذا المكان اريد اعيش بهناك المكانات يعني اريد حال البقيه. ليش انا انام بمنطقه ريفيه؟ ليش انه انا اسهر ويا الحيوان اللي احلب من الصباحيات ما فكرت اني انا اروح هناك واعيش وارتاح من المشكله كلها؟ والله فكرت بس بعد شو اسوي اقول لك ويا عمام موجودين هنا ما اقدر اعرف انهم امشي. زين اذا مثلا يعني نضرب كمثال اذا عمامك
زين وكل اهلك وناسك انه يفكرون يعيشون بالمدينه. اي هم حالهم ماشي وياهم المدينه. زين واذا مثلا بالمدينه قالوا بعد ممنوع وخلاص انه ما نعيش ويانا الحيوان. اي هم حالهم ما يعيش حيوان وياه. تمام. زين هي اكيد عند كل قبائل وكل عشائر لهم فئات ولهم يعني معيشتهم الخاصه. زين فكل انسان اللي يربى من الصغر يعيش ويشوف اهله اكيد يمشي وياهم. بس هذا طبعا جواب الولد، طبعا ما عرفت اسمه كان سجاد. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يحفظك ويخليكم الله يهديك. اريد من عندك طبعا تسولف لي نعم عن حياتك المعيشيه بهذه المنطقه. اولا منطقتكم شنو اسمها وين موقعها؟ منطقتنا جهنم، موقعها بالصريفة قضاء القرن. حاليا احنا هنا شغلنا وعملنا بالحيوانات، لا عندنا شغل وعمل لا شيء. احنا هاي عندنا تشوف الحيوانات، نزرع لها هنا زرع، عندنا شعير والله معيشتنا عليها. يكبر هذا الشفج نبيع مليون ومية نتصرف فيه. كذلك هذا حاكيك انا هم اخوك مجاهد على راسي. راسك ظالم الله يوديك. والله امشي للجهاد وتشوف هاي الحيوانات، انا واخوي هذا فد واحد والله بنمشي للجهاد 15 يوم مرض. بنمشي للجهاد هم عليها شغلتي، هاي عيشتنا نقضيها. تجي من الجهاد انه تاخذ الحيوان ايه تسرح به. اسرح به، هاي شغلتنا، ناخذ سرح به من الصبح للعصر. نعم. انه بشي بعد تلقوني اخوي صغير وهاي يربطونهن ويحطونهن عرقه مثل ما تقول علف انخال وتبن، هذا الموجود. زين انت كودا شاب يعني. نعم. الحلابه اللي تحلبوها الحيوانه عاده تختص الحلابه للنساء ولا للرجال؟ لا للرجال، الحلابه للرجال. هم يحلبه الحلابه للرجال. زين انت هسه هم عندك اختصاص خاص انه تحلب البقره؟ البقره هي اهم احلبها انا، احلب الحيوانه والبقره، بس بيه هي حيوانه ما تخلي الرجال. والله مثل ما تقول تركب الزلمه احنا نسميها، ترهم بس على المرأة نفس رحمة على المرأة، بس المرأة تحلبها الحيوانة. والله ما تحلبها بس المرأة. زين هو شنو السر اللي دافع انه تخلي الحيوان بس المرأة اللي تحلبها؟ ليش يعني ما تخلي الرجال؟ ليش تركبوا على قولتك؟ السر بعد مثل ما تقول مثل يصير مثل ابنها، تشتم تعرف ريحته مثل الطفل مالها. هسه انت مثل ما نقول تجي الحيوان ما توقف لك. زين المرأة يعني هم ما تحس بيها كودا تقول مثل بنتها. اي نفس الشيء نفس الشيء. ليش ما تهجم عليها مثلا؟ لا ما تهجم عليها، مباريتها. انا اعرف السر، اريد اعرف السر من عندك، ما اعطيتني سر. السر ما تهجم عليها، هو هذا السر مالها. هلا اقول لك من تجي المرأة بعد هي تعرفها صاحبتها. مثل ما تقول صاحبته. يعني الرجل الشاب او الرجل يعني يريد يحلب يعرف، ما تعرف بانه هذا صاحبه. اي ما تعرف انه هو صاحبه. السر اللي اريده من عندك هو هذا السر حبيبي. اريدك هسه تسولفني عن قضيه الماي، شلون يوصل لكم هنا؟ والله الماي ماكو، عندنا مواطير نذبها بالشط، هذا منا عندنا شق قريب نذبي مواطير كهربائيه صوندات نجر 200 متر و100 متر، نجر كل بيت عنده ماطور، لا تصفيه لا شيء ماكو. هاي ما صلنا كلها، لا مدرسه للجهل هاي تشوفها، هاي محرومه من المدرسه كلها. هل تشوف حالنا هذا بيوت ما الطين كل شيء ماكو. زين على قولتك بيوت انه ما الطين. اي هذه منطقات الريفيه وتشوف الحيوانات وهذه. نعم. ما حبيت انت بنفسك، انت ما حبيت انه انت شاب تحب تعيش انه حالك حال الشباب؟ اي والله حبيت، بس ما بيدي، ما تمكن اصير مثل الشباب. ليش مثلا؟ ماكو فلوس، ما اقدر حاله تصعد. هي الفلوس مو شيء صحيح. بس مثل ما تقول هسه هاي هاي المعيشه مالتكم انه بالحيوانات وجاي تبيعون الحيوان بمليون وبمليون ونص، مو صح؟ نعم. تقدر من هاي خلال اللي مثلا تقول سنه سنتين اللي تقدر تطلع لك فلوس بيت تقدر تشتري بالمنطقه؟ لا ما تقدر، انا اقول لك شلون ما تقدر تبيعه. هو انه يردن منك على طحين ونخال وزرع، هذا كله يردن منك انه
هو تبيعه 2 مليون، عندك جهال هم مثلنا كذا. زين الحليب شلون سعره تبيعونه؟ الحليب ب1500 الغلق. البطل يعني؟ البطل ب1500. هذا الكبير. اي مع البيبسي هذا ب1500 نبيع هنا منه، تاخذ هم تاجرات منه. هي بعد سوق البصره القرنه مثل ما تقول، هي بعد هم انك تبيع 4 500 وهذا ب1000 يصعد. صحيح. اي. وصورتوا لقيت وياهم بعض الاسئله وحبيت انتم تستفادون من عندهم وتفهمون هم شنو. يعني اكو ناس يقولون انه بعض الريف معدان وما يعرف يحكي وما يعرف شلون، ويعني من هالامور هذه، بس طبعا هذا الشيء غلط، انه انتم فاهمين الفكره غلط عنهم، لانهم معيشتهم صعبه، مو مثل معيشك انت اللي قاعد جوا التبريد وتقلب التليفون مالتك وتحكي على الناس. والله طبعا هو تقرير خاص على مود الناس اللي يعطون تعليقات هذول ما يعرفوا يحكون، هذول معدان، هذول كذا. مشكور. والان لحد الان اعزائنا المشاهدين نختم الفيديو ونقول لكم شكرا للمشاهده والمتابعه. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسون الاشتراك والدعم للقناه، وشكرا لكم، مع السلامه.